في ظهيرة يوم دافئ كنت أرافق عجوزا كريمة في نزهة استجمام إلى شاطئ البحر. كان الهواء مشبعا برائحة الموج، والشمس ترسم ظلالا ذهبية على الرمل. أما نظاراتي السوداء فقد حجبت عن العجوز شرودي الذي بدأ منذ لحظة جلوسنا. جلسنا هناك نراقب البحر، نستمع له أكثر مما نتحدث، حتى لفت انتباهي صوت مرتفع خلفنا. كان شابان، رجل وامرأة، يتجادلان بمرارة، صوتهما يكاد يخترق صفاء المشهد. حاول الرجل تهدئتها، لكنها دفعته بقوة وقسوة، وانتزعت خاتمها من أصبعها وألقته في الرمال. تلفظت ببضع كلمات ثم أدارت له ظهرها صارخة: لا تتبعني. وقف الرجل مصدوما وبدأ لوهلة تائها، ثم فجأة نزع هو الآخر خاتمه ورماه بنفس اللامبالاة قبل أن يسلك طريقا آخر. ظلت المرأة تثرثر وهي تبتعد، أما أنا فجلست أتابع هذا المشهد كمن يشاهد فيلما صامتا. لم أدري كم من الوقت مر، ولكن أحدا منهما لم يعد. وبينما أنا غارقة في تأملاتي، التفتت إلي العجوز وقالت بابتسامة خفيفة ممزوجة بالفطنة: أعلم أنك تفكرين في الخاتمين. أجبتها بخجل: ظننت أنك لم تلاحظي. قالت بلهجة حازمة: ذاك فأل سيء، لا تمسيهما. لكن شيئا ما في داخلي لم يستطع تجاهل تلك اللمعة الذهبية التي اختبأت بين ذرات الرمل. فالخاتمان ما زال هناك، والريح لم تأخذهما، وصاحبيهما قد رحلا. وكل ما كان يربطني بالقرار كان وضعي المادي الصعب، وحلمي بأن تفتح لي نافذة رزق. أصررت على البحث، والعجوز تراقبني بصمت. أخذت أفتش في الرمال، أحفر بعيني ويدي، ألاحق ذاكرة المشهد. وبعدما يقارب الساعة عثرت عليهما، خاتمان ذهبيان منقوشان بحرفين يكمل أحدهما الآخر، كقصة حب لم تكتمل. عدت إلى العجوز فهزت رأسها بأسى وقالت: لا تلبسيهما، لا تبيعيهما، فيهما شؤم الفراق. لكني كنت قد اتخذت قراري، وعندما رويت لزوجي ما جرى كانت ردة فعله شبيهة بالعجوز، خالطها بعض التحفظ والدهشة. رغم ذلك ذهبت إلى محل المجوهرات وبعتهما. لم أصدق، فالمبلغ الذي حصلت عليه كان أكثر بكثير مما توقعت. ضممت النقود بين يدي، ثم رفعت رأسي للسماء وقلت: يا رب، يا رب ارزق كل ملهوف، واجبر كسر كل قلب، وأصلح بين كل حبيبين. قد تكون تلك الخواتم نهاية قصة حب، لكنها كانت بداية فرجة لي. وهكذا كما قيل: مصائب قوم عند قوم فوائد. لكن تبقى الأسئلة تدق قلبي في صمت. هل أنا فعلت صوابا؟ هل ما أخذته ورزق ساقه الله لي؟ أم خاتمة حب لم يكن لي أن أتدخل فيها؟ أنتم ما رأيكم؟